ومعركتنا لإسناد الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان على غزة مستمرة، ولها ارتباط تام بما يجري في غزة، سواء ما يتم إطلاقه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من الصواريخ أو المسيرات أو العمليات في البحر. ومحصلة هذه العمليات قد بلغت لحد الآن القصف بأكثر من 200 طائرة مسيرة وأكثر من 50 صاروخا باليستيا ومجنحا. وبلدنا سيواصل عملياته حتى يصل الغذاء والدواء إلى كل سكان غزة، في شمال قطاع غزة وفي جنوبها وفي كل أنحاء قطاع غزة. ويدخل إلى غزة احتياجها الكامل من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية، وحتى يتوقف الإجرام الصهيوني. ومن حق غزة أن تتدفق إليها المساعدات برا وبحرا وجوا، هذا حق إنساني وبما يفي باحتياجها. يأبى لنا ضميرنا الإنساني وانتماؤنا الديني وروابطنا الأخوية مع الشعب الفلسطيني أن نسكت أو أن نتفرج على تلك المشاهد المأساوية من جوع أهالي غزة أو الجرائم الرهيبة التي تمارس بحقهم دون أن يكون لنا موقف، أو أن نتجاهل نداءات أخواتنا وأمهاتنا في غزة، أو أن نتفرج على دموع الأطفال اليتامى ونتجاهل صرخات الثكالى. أما إصرار الأمريكي على حماية الإجرام الصهيوني ورفضه للمعادلة الإنسانية المنصفة والعادلة في أن يصل الغذاء والدواء إلى أهالي غزة ويتوقف الإجرام الصهيوني حتى تتوقف عملياتنا المعلنة في البحر، إصراره على حماية الإجرام الصهيوني بالرغم من كلفته وتوتيره للوضع واتجاهه لخيارات عدوانية توسع الصراع وتهديده للملاحة الدولية بسبب ذلك، فلن يؤثر على موقفنا ولن يجعلنا نتراجع أبدا. ومعركتنا مستمرة ومرتبطة تماما بمعركة غزة. الأمريكي يسعى للخداع المكشوف، والمسألة واضحة في كل العالم، وهو يحاول أن يعنون عدوانه على بلدنا وحمايته للإجرام الصهيوني على أنه حماية للملاحة الدولية، بينما هو حماية للإجرام الصهيوني لا أكثر من ذلك. وهو يهدف من خلال خداعه هذا الخداع المكشوف، يهدف إلى توريط الآخرين للاشتراك معه في حماية الإجرام الصهيوني ليستمر على سكان غزة. أما عمليات بلدنا فهي لا تهدد الملاحة الدولية، وقد عبرت منذ بداية عملياتنا في البحر الأحمر، وبتنسيق وبمساعدة على حماية الملاحة الدولية من بلدنا عبرت 4874 سفينة تجارية، عدد كبير جدا خلال هذه الفترة منذ إعلان عملياتنا في البحر الأحمر. الكل يعرف أنهم ليسوا بمستهدفين،